عموما اليوم بعد المباراة يونس محمود لاعب فريق الغرافة القطري، لاعب مثير للجدل على فكرة في سجل في علاقته مع السعوديين. يعني يونس ما أدري، ما أبغى أظلمه، بس مش معقول أنها تصير دائما. يمكن اليوم يكون في حكم آخر من المشاهدين على اللي صار بين يونس محمود ومراسل لاين سبورت طارق الحماد، لكن اللاعب دائما في توترات بينه وبين أي شيء سعودي. يمكن يعني الرجال متأثر بالمنبع. نشوف يونس محمود وش قال طارق الحماد وش صار، وانتم الحكم لكم. خلنا نشوف. ما ظهرت؟ والله ما ادري، يمكن كنت مختبي. وين كنت يعني مو بالمباراة؟ انا بالنسبه لي ما كنت في المباراة. كنت تشوف انت؟ انا ما كنت اشوفك في المباراة. اخاف داير الكاميرا بس شوف نفسك. تابع المباراة وعود. كابتن لماذا فريق الغرافة يعني حتى هذه اللحظة لم يستطيع ان لك انت هي فرصة وحيدة فقط. خلاص المهم جت فرصة، يعني موجود بالمباراة، ليش تقول ما موجود؟ طيب انتم جايين عشان تفوزون كابتن، فرصة واحدة بس في المباراة؟ ايه بس واحدة؟ لا يعني استخدمنا كرات، يعني لعبنا منا ومنا. تعرف انت الفريق الان ناقص تقريبا 4 لاعبين 5 يعني، وانت تلعب مع فريق الهلال، فريق كبير ويجي قدام جماهيره وكامل نجومه. نقول قدمنا اللي علينا. احنا بالبدايه ما ردنا انه يجي علينا جول، وصحيح سيطرنا على المباراه، لكن ضد الشوط الثاني من البدايه صار اول 3 دقائق صار هدف علينا شويه. قمنا اندفعنا، ما حصلنا ذيك الفرص اللي لعبناها. يمكن هاي الطريقه اللي لعب بها المدرب، ويعني يمكن ما جتنا فرص، نقدر نقول فرص 100%، ما عدا يمكن الفرصه الشوط الاول. الباقي الفرص يعني كانت تصير، لكن تعرف الخطوط شويه مبتعده، يعني المهاجم كنت وحده. لكن هاي كره القدم، نقول مبروك للهلال، وهارد لك فريقي. الفريق اللي يبغى يفوز كابتن وياخذ التاهل، بطاقه التاهل، يعني تتفق معي انه ما يمكن يلعب بهذه الطريقه بمهاجم واحد؟ انت مو لما انت نحكي حسابيا، انت جاي تهججنا. الله يخليك على انت ليش ما تتقبل كابتن؟ يا قناه انت ليش ما تتقبل كابتن؟ انا اسالك سؤال، انت ليش هذه اسمها لاين سبورت، انت ليش ما تتقبل كابتن؟ هذه من السعوديه، انت ليش ما تتقبل كابتن؟ لحظه، انت ليش ما تتقبل؟ عيب عليك يا كابتن، عيب انك ما لا عيب انك ما تتقبل، هذا اعلام يا كابتن. عموما الكابتن يونس محمود ربما هذه عاداته مع الاعلام، دائما هو يتحدث بهذه الطريقه، دائما هو منفعل شويه، لا يتقبل الاسئله، لا يتقبل النقد، حتى في اشياء اخرى احنا شاهدناها من خلال شاشه المباراه في عمليه بصق حصلت في الملعب. يعني احنا في اشياء كثيره نريد ان ننقلها عبر الاعلام، ولكن الكابتن يونس محمود لا يتقبل، بكل اسف لا يتقبل الحديث مع الاعلام. ربما هذا ديدن بعض اللاعبين. اعود. عادل رأيك؟ لا يا طارق، الرجل متعزم من كل شيء أخضر، أي شيء أخضر سواء مع المنتخب مع ناديه. أنا أعتقد أنه الكابتن ما ياكل يعني على كذا، ما ياكل خس ولا جرجير ولا سلطة، ما يقرب أي شيء أخضر. أي شيء أخضر، أنت عارف المنبع له تأثيره أحيانا، لكن أقول لك أنه بس وين في المنبع؟ يعني هو السؤال وين في المنبع؟ شمال عاد روح دور وين في المنبع. وسط ما ظنيت، يعني يمكننا في الجنوب. عموما لا في الجنوب، لكن خليني اقول لك، انا اقول لك على امر مهم جدا. انا ما يعني انا لو كنت مثلا لي في مسؤول عن ناشئين وشباب، لن اقدم هذا النموذج كنموذج نجم محترف يقدم على انه يتعامل مع الاعلام. عيب عليك يا كابتن يونس. احنا مررناها لك على فكره امام المنتخب السعودي، كان في مباراه وديه قبل اسيا، يا رجل قاعد يضرب اللاعبين كلهم، يعني ما باقي الا ينط عند الجمهور يطاق معاهم. والان بصق في الملعب، تعامل لا مبالاة، ما هو مكترث حتى للنتيجة. ما ادري، بس انا اقول انه اطلاقا يعني يونس محمود ليس النجم الذي فعلا يحتذى به. واعتقد ان الصدفة التي قادته يوم من الايام ان يحقق كأس اسيا قد توقفت هناك يا ابو بدر. يعني عموما هو ما شاء الله عليه، كل ما يجي ياخذ على راسه، يعني عندنا ما شاء الله، يعني هذا جيد. ابو فهد تعليق سريع كذا قبل ما يبغى له هدوء. يونس محمود انفعل على الحكم، بصق على الحكم،
عمل حركه بيده حنشوفها في الحالات التحكيميه. بس طارق ما حمى معاه شوي بصراحه. لا هو تكلم معاه في البدايه، جاوب. هو السؤال الاول بس هو شاله السؤال الاول وجاوب ومشي معاه كويس. استفسر لا ابو بدر، استفسار هو بنهايه الامر. اي لا ما في شك، بس السؤال الاول هو استفزه يعني بكلمه واحده جيبه ويبغى يردها لطارق، يبغى يرد. قام طارق ساله سؤال عادي راح رد له الاولانيه، هو كان يفكر طالما انك طالما انك تعرف نفسك انك مستفز وانت خسران بكل سهوله اعتذر عن اللقاء، اعتذر. كل سؤال ممكن يقول انا اسف لا تعليق. لو تطرح علي 4000 سؤال ممكن اقول لك لا تعليق لا تعليق لا تعليق لا تعليق، ما في مشكله تراك. لا بس هو طارق الله يهديه ضيق صدره. طارق ضيق صدره. طارق الحماد هو المخطئ لانه قال لاين سبورت السعوديه، فذا ذكر الاخضر. قال السعوديه مشكله شوي. هو سيب تركوا عنده اشكاليه، تركوا بعد ما قال له السعوديه. لاين سبورت سعوديه. طيب. الحاله الاخيره كانت دقيقه 75. لاحظ يونس محمود الان هناك امام الحكم المساعد الثاني الان عملية دفع في البداية من يونس محمود وبعدين مسك من ماجد المرشدي. كان مفترض الحكم المساعد يتدخل باحتساب مخالفة في البداية لصالح اللاعب الهلال، ترك اللعب مستمر، ارتكب لاعب نادي الهلال مخالفة أيضا. لاحظ يتابع الحالة الآن بعد ما عدم احتساب المخالفة. لاحظ ماذا فعل يونس محمود اتجاه أولا اعتراض على قرار الحكم، بعدين عملية البصق اللي قام فيها اتجاه حكم المباراة. أعوذ بالله. عملية بصق سلوك مشين من لاعب دولي محترف، هذه الطريقة خاطئة. مفترض لا يكون هؤلاء اللاعبين النجوم، يجب أن يكونوا قدوة في الملاعب. لاحظ الآن الحركة الأخرى، يعني عمل يشاير الحكم أنه لازم أنه يلبس نظارة أو يفتح عيونه، فهذه طريقة غير مقبولة من لاعب دولي. عملية البصق أتمنى من مراقب المباراة ومسؤول المباراة في الاتحاد الآسيوي أنه هذا اللعب النظيف يكون متوفر فيها، لكن مثل هذه الأشياء مفترض غير موجودة في الملاعب الآسيوية. طيب عموما ابو غيدة عادل الجميل صاحبنا طلع من الوسط ترى، مو من الجنوب، يعني متأزم بالفطرة مع الأخضر، يعني زود الطينة بالله. ها بالجينات. ايه في الجينات هذه موجودة. انا اقول لك اللي يحسب قول بس على عجالة يحسب للدفاع الهلالي، يحسب للوسط وحتى للهجوم. الهدوء حتى عندما تستفز تمسك نفسك. ماجد المرشدي تحديدا انا اول مره اشوف مهاجم ويستفز، بالعاده مدافعين هم اللي يستفزون، بس المره هذه كان هادئ حتى مع اسامه حتى مع البقيه. عفارم عليك يا هلال، ولما نجي للنصر حتى يعني ما حد يقول ايش فيكم ما قلتوا النصر، اعتقد احنا جايين.